بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة خلينا نبدأ الأول بالصلاة على النبي كده. وتعالوا معانا نقول المقادير. احنا النهارده إن شاء الله يا بنات هنعمل صينية كيكة هتحلفوا إن احنا ما أكلنا في طعمها قبل كده. المكونات اللي معايا إيه بس عشان أنا عارفة الباقة والرصيد اللي بيخلص في ثانية. أول حاجة معايا كوبايتين دقيق، معايا كوبايتين من الدقيق ماشي، ونص كوباية زيت، ومعايا كوباية من اللبن المغلية، يعني اللبن لازم يكون مغلي، ومعايا بيضتين، معايا هنا كيسين فانيليا بالبرتقال. بصوا ده بيخلي الكيكه في ناحيه تانية خالص، يعني بيخلي طعم الكيكه صراحه رهيب. جربوه ومش هتندموا. ومعايا كيس الكيك شيف، معايا كيس الكيك شيف ده هيتحط على الدقيق. تعالى هنبدا مع بعض وهنشوف ازاي هنعمل صينيه الكيكه. اول حاجه المقادير دي كلها انا هضربها في الخلاط، يعني انا معايا خلاطي عادي خالص، همسك المقادير دي كلها واضربها في الخلاط اللي هي السوائل بس. تعالوا معايا كده. بصوا يا بنات، انا جبت الخلاط اهو. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. هنحط معايا البيضتين تمام كده، هحط البيضتين. بعد كده معايا كيسين فانيليا اللي هي بتاعه البرتقال دي. بصوا والله هي اصلا ما شاء الله ريحتها لوحدها اصلا جميله من غير اي حاجه. طيب بعد كده برضو هفضي كيس الفانيليا التاني ماشي. هنجيب كوبايه الزيت، نص كوبايه زيت اسفه، هنحط نص كوبايه الزيت تمام كده. تمام. بعد كده هحط كوبايه من السكر على حسب اللي انتوا بتحبوه. لو في الناس بتحبها مسكره ممكن تحطوا كوبايه ونص سكر عادي، او كوبايه وربع، هي كوبايه هتبقى معايا مظبوطه حلوه خالص يعني. وبعد كده هحط كوبايه اللبن تمام ماشي كده. وهاجي احط بس ايه، معلقه من الخل، دي معلقه من الخل. هضربهم ضربه كويسه بقى في الخلاط. بصوا انا عايزه الكيكه الخلاط يضرب كويس، القوام بتاعها يبقى حلو. بصوا يا بنات، انا فضلت اضرب في الخلاط حبه حلوين، لان انا عايزه البتاع بتاعي يبقى كريم، يبقى تقيل، يعني مش عايزه بتاع الكيكه يبقى خفيف، لا انا عايزاه يبقى تقيل شويه. تعالى هنفضيه في البوله كده ونشوف. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شوفوا القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا انا عايزه قوامها كده يكون تقيل كده. بصوا ما شاء الله. بصوا اضربوا فيها حبه حلوين في الخلاط كده لغايه ما قوامها كده. بعد كده بقى هنعمل ايه، هجيب الدقيق وانخله. انا لازم انخل الدقيق، بس عشان انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد فمش هعرف. انا هنخل الدقيق وهنخل عليه كيس الكيك شيف، هنخل عليه برده كيس الكيك شيف، وهحط على الدقيق نطره ملح صغيره وانا بنخله. وبعد كده هنيجي نحطه على الخليط بتاعنا تمام كده. بصوا انا بحط بقى نطره ملح صغيره، انا كمني بصور بايد وبعمل بايد فمش عارفه اوريكم. بحط نترة ملح صغيرة تمام. واحط برده كيس الكيك شيف برده. كانت حماتي ربنا يشفيها كانت بتقول ايه، نخل دي ده يعني الواحده بتشاهد عليه عشان الكيكه تطلع مظبوطه. من اسباب النجاح الكيكه حماتي كانت بتقول ايه، الشهيد على الدقيق. خلاص انا نخلت دقيق بقى، نخلته شهدت عليه زي ما ماما كانت بتقول، وحطيت عليه نترة ملح، وبرده نخلت معاه كيس الكيك شيف. همسك بقى وانزله على الخليط بس واحده واحده، مش هنزله على الخليط كله مره واحده، لا هنزله واحده واحده. بصي بقى بايدك وقلبي بس الدقيق تقليبه كده عشان نترة الملح اللي انت حطيتها وكيس الكيك شيف برده ايه يدخل في الدقيق كله تمام كده. وهاجي بقى بالمضرب بتاعي. بصوا تعالوا بالدقيق بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، وانزلوا بالدقيق على كذا مرحله، ما تنزلوش على مرحله واحده تمام، على كذا مرحله كده. وهمسك المضرب بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب في اتجاه واحد، يعني ما تعكسيش الاتجاه. يعني انا مشيت كده من اليمين اهو، من اليمين للشمال، فهمشي زي ما انا ماشيه، ما تعكسيش، يعني مش تمشي من الشمال لليمين، هتمشي من الشمال لليمين، امشي زي ما انت ماشيه من الشمال لليمين. بس اهم حاجه لازم امشي في اتجاه ايه واحد. انا حطيت اول واحد اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا عامل ازاي. همشي هفضل اقلب بالمضرب عادي، اعملي بايدك اللي انت بتحبيه، لو عندك الكبه اعمليه فيها، لو عندك المضرب بتاع البيض عادي برضو، المهم اي حاجه انت بترتاحي فيها اعمليها تمام كده. هنزل بقى بالدقيق التاني، عايزه تنزلي عليه مرحلتين 3 مراحل على حسب اللي انت عايزاه عادي يعني. وهقلب في اتجاه واحد تمام. هقلبها واخلصها تقليب واجي لكم بقى. بصوا انا مش عارفه انتوا شايفين المنظر ولا لا، ما شاء الله قوامها عامل ازاي. بصوا مش خفيفه على كده، هي كده ما شاء الله عايزها، يعني هي ما شاء الله اللهم صل على النبي. كده تمام معايا. هجيب صينيه بقى احط فيها، بس قبل حاجه هجيب الصينيه وادهنها بسمنه تحت. السمنه اي سمنه عندك هتديها طعم جميل خالص، ما عندكيش سمنه حطي زيت عادي برضو تبقى طعمها جميل خالص ماشي. انا دلوقتي مسخنه الفرن، ولعته، انا عايزاه بس يدفى، وحطيت الشبكه في الرف التاني، وسبت الفرن ولع بس يدفى، بس تدفئه بسيطه، وهاجي زقاها فيها تمام كده. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. ما تنسوش تقولوا لي رايكم بقى عامل ايه ماشي. بصوا انا جبت صينيه معايا، صينيه وسط عندي دي مقاس 24 تمام. حطيت تحت فيها سمنه من تحت اهي، وعملتها بالحراف برضه عشان الكيكه ما تلزقش ايه في الجناب بتاعتها. وهنزل عليها بقى بالخليط بتاعي. بصوا انزلوا في الخليط في النص كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، والله هتاكلوا باذن الله، اقسم بالله احلى صينيه كيكه ان شاء الله. ما تنسوش بس تدعوا لي دعوه حلوه وتعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا هنزلها بقى واحطها في الفرن تمام. اي بالكتير خالص ان شاء الله هتاخد تلت ساعه 25 دقيقه، هتبقى معاكي 100 100. هنزل حاجات اللي في الطبق عشان انا ماسكه التليفون بايدي. وهاجي ان شاء الله اوريكم المنظر الاخير. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. ما تنسوش تصلوا على النبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. بحبكم.
بصوا هي ما شاء الله اللهم صل على النبي، تبارك الله. هي كمان كده 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 جاهزه معايا خلاص. بقى هحطها في في الفرن بتاع البوتاجاز. مش عارفه الاضاءه عملت ايه. هحطها في فرن البوتاجاز بقى، هسيبها 25 دقيقه كده ونبقى نطلعها مع بعض ان شاء الله. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور. بسم الله ما شاء الله. شفتوا دي بقى صينيه الكيك كده، هي كده طلعت من الفرن. بصوا والله ما شاء الله عليها، يعني هي في الطبيعه اجمل بكتير خالص كمان من من الفيديو. بصوا طريقه ازاي، بصوا ما شاء الله عليها. بس هي عشان خاطر بقى هي سخنه فمش هعرف ان انا اقطعها دلوقتي. بصوا بتعمل ازاي. فعشان هي خاطر ان هي سخنه مش هعرف اقطعها دلوقتي، فهسيبها بقى لما تبرد واقطعها. وبالف هنا وشفا يا رب على قلبكم.